هاعمل معاكم النهاردة أحلى كنافة بالمانجا ممكن تاكلوها في حياتكم، وبجد خطيرة، ودي مش بشهادتي، دي بشهادة كل اللي أكلوها مني. يلا بينا نبدأ مع بعض الخطوات. أنا معايا نص كيلو من الكنافة، هبدأ إن أنا أفككه كده لحد ما يوصل معايا كده قطع صغيرة خالص، ويفضل إن انتوا تبقوا حاطينه في الفريزر قبلها بساعتين عشان تبقى مجمدة كده وتفك معاكم بسهولة. ولو هي فكة معاكم ممكن تحطوها في الكبة وتضربوها ضربة كده، هتفك معاكم بسرعة، هتوصل للمنظر اللي انتوا شايفينه ده. أنا عايزاها كده. في حلة بقى على النار هبدأ أضيف الكنافة، وهبدأ أضيف عليها 4 معالق من السمنة و4 معالق من الزبدة الفلاحي، وهبدأ أضيف عليها معلقتين من السكر وأقلبهم كده كلهم مع بعض، وهفضل أقلب فيها كده باستمرار. أنا مش بشيل ايدي منها خالص طول ما هي على النار عشان خاطر ما تلسعش مني. وهي كده بدأت تاخد لون، بصوا كل ما بتقلبوا فيها بتبدأ تاخد لون بقى معاكم. انتوا بتفضلوا تقلبوا فيها لمدة نص ساعة كده متواصلة، وهنا خلاص كانت وصلت للون اللي انا عايزاه، هو ده اللون المطلوب. ببدأ بقى ان انا اجيب كوباية من المعقود كده باردة، وببدأ ان انا انزل عليها كده بالكنافة واقلب واحدة واحدة علشان خاطر الكنافة ما تكلكعش مني. وهي ما تقلقوش بتحسوا ان هي ناشفة معاكم كده، بس بعد كده هتطرى معاكم. ده شكلها. هبدأ بقى في خطوات الكريمة. انا بستخدم دريم، ولكل كيس انا بستخدم كده كوباية صغيرة خالص من اللبن، ولازم يكون ساقع بما يعادل 8 معالق. ولو حسيتوا ان هي محتاجة تاني ممكن تضيفولها. وممكن تستخدموا كريمة سايبة بتكون خام، بتضيفوا عليها سكر مطحون وبتضيفوا عليها برضو لبن، وممكن تضيفوا عليهم كيس من الكريمة الجافة وتقلبوهم كده كلهم مع بعض وتضربوهم بقى، برضو هيدوكوا نفس القوام اللي انتوا عايزينه، هتبقى خطيرة. انا معايا هنا بقى كوباية صغيرة من اللبن الساقع بما يعادل 8 معالق من اللبن. هبدأ أضيف بقى كيس من الكريمة وانزل عليها باللبن واضربهم كده مع بعض في الكبة. انا عايزاهم بالقوام ده، وانتوا ممكن تضربوها بالمضرب الكهرباء. تعرفوا ان القوام مظبوط لما تبدأوا كده تضيفوها في المعلقة وما تنزلش منكم خالص بالشكل ده. بعد ما بنخلص بقى بنحط الكريمة كده ساعة في الفريزر عشان تبقى متماسكة معانا. هنبدأ بقى نرص الكنافة. أنا بضيف طبقة كده من الكنافة، وبعد كده طبقة من الكريمة، وبعد كده طبقة من المانجا، بعد كده طبقة من الكنافة تاني، وطبقة من الكريمة. بحط على الوش مانجا. التزيين ده بقى بتاعكم انتوا، ممكن تحطوا أي حاجة انتوا عايزينها. بعد كده بحط رشة كده من العسل على الوش، بيديها لمعة كده وبتبقى حلوة قوي. ولو عندكم ضيوف ممكن برضو تقدموها بالشكل الحلو ده. انا برصها كده طبقات وبرصه من على الوش كده فاكهة، بجد بتديها شكل حلو قوي وبتبقى خطيرة، وبجد بيبقى طعمها خطير. ولو انتوا عايزين طريقة التزيين ممكن تكتبولي في الكومنتات. ودي كده تبقى وصفتنا النهاردة، بجد خطيرة خطيرة، لازم تجربوها. متنسوش بقى تعملولي لايك واشتراك للقناة وشير كتير وتبعتوها لأصحابكم.